السلام عليكم الخوت. جيبوا شي كاس ديال اتاي بالنعناع يكون مشحر ومشركك وجلسوا تسمعوا القصه ديال اليوم. قصه غادي تخليكم تضحكوا وتبكيوا في نفس الوقت على المستوى اللي وصلت ليه الصحافه ديال برا. شفتوا الشوهه ديال قناه فرانس 24 العربيه؟ هاد القناه اللي زعما كتدعي الاحترافيه والمصداقيه وديك الهضره الكبيره كامله طاحوا في واحد الفخ اللي ما يطيحش فيه حتى دري صغير. يلا شرا سمارتفون ثقيل. كيفاش تقولبوا؟ وشكون ورا هاد القالب؟ حلوا ودنيكم مزيان، اجي نعاود لكم بالتفاصيل اش وقع. في العشيه ديال نهار الاثنين 23 فبراير 2026 فرانس 24 كان عندهم واحد البرنامج سميتو وجه لوجه. هذا البرنامج كيجيبوا فيه ضيوف وكيبداو يناقشوا السياسه ديال العالم، يعني قضايا كبار خاصهم عقول كبار. حتى لهنا كل شي زين. بداو الحلقه ديالهم وشويه وهما يطلعوا واحد التغريده في الشاشه قداش. قالوا لك اسيدي هاد التغريده رسميه ديال الوزير ديالنا ناصر بوريطه. اول حاجه وهذا الشيء كيعرفوه المغاربه كاملين، الوزير بوريطه ما عندوش حساب شخصي في تويتر او لا منصه اكس او لا اي منصه اخرى. الخارجيه ديالنا اللي عندها وزن ثقيل في افريقيا والعالم كتهضر بسميه الحساب الرسمي ماروك دبلوماسي، ولكن القناه الفرنسيه شربوها بارده دون حتى تاكد بسيط. واش كيقول هذا الكونت المزور؟ كيقول باللي المغرب هكذاك بكل سهوله تبرع بمليار دولار. اييه سمعتوني مزيان، مليار دولار مسلمين ولاي حاجه لصالح مجلس السلام اللي هضر عليه دونالد ترامب. دابا بالعقل المغرب اللي عنده مشاريع ديالو، عنده كاس العالم، غادي يشد مليار دولار ويعطيها للمجلس في واشنطن ويعلن عليها في تويتر بهذا الرخص؟ هذا الشيء كيضحك الحجر. والمصيبه الكبيره ماشي هنا، المصيبه هي البرنامج كان مستضيف صحفي مغربي اللي هو يونس مسكين. جابوا ليه التغريده حطوها ليه في وجهه والسيد بقى كيناقش وكيحلل كانما الهضره خارجه من وزاره الخارجيه بصح. ما رد البال نهائيا بان المصدر مضروب وبان المعلومه غير فيك نيوز. كيفاش صحفي مغربي وما عارفش باللي الوزير ديالنا ما عندوش حساب؟ هذه سقطه كبيره حتى ليه. ولكن المغاربه تبارك الله عليهم كاميرات ديال التوثيق مطورين وعايقين، ناضوا في البلاصه دخلوا لهذا الكونت اللي جابوه في التلفازه. واش لقاو الضحك على دوقون. الكونت براسو مكتوبه فيه بالخط العريض باللي راه بارودي اكاونت، يعني كونت ديال التفليه. وملي زادوا قلبوا بفضل الخاصيه الجديده اللي دارها ايلون ماسك في اكس، لقاو باللي هذا الكونت المشرف عليه كاين في الجزائر. اييه من الجزائر، الذباب الالكتروني اللي مقابل غير المغرب صباح وعشيه. كيديروا حسابات وهميه بسميات شخصيات مغربيه باش ينشروا الاكاذيب. وقناه فرانس 24 دخلت السوق راسها وجابت التفليه للاستوديو. ملي شافوا المغاربه قلبوا عليهم الدنيا في مواقع التواصل، اش داروا الفرنسيين؟ نهار 24 فبراير حطوا بيان ديال الاعتذار في حسابهم في تويتر. قالوا سمحوا لينا، دازت تغريده منسوبه للوزير وتبين باللي الحساب مزور ويهديكم الله. دابا نتوما كتشوهونا في برنامج كيشوفوه الملايين ديال الناس في التلفازه، وملي كتبغيو تعتذروا كتلاحوا لتويتر تكتبوا جوج سطوره خاويين. المغاربه قالوا لهم هذا الاعتذار ما مقبولش، الغلط دار في المباشر خصو يتصحح في المباشر. المشكله ان الفيديو ديال الحلقه باقي في يوتيوب وما فيه حتى تصحيح مرئي. الخلاصه الخوت، حتى القنوات الكبار ما بقاتش عندهم الثقه، كيزربوا باش يديروا البوز، خصوصا الا كان الموضوع فيه المغرب. ردوا البال لاي حاجه كتشوفوها. ودابا نتوما قولوا لي، واش كتظنوا ان هذا الغلط مقصود ولا غير كلام مهني منهم؟ خليوا لي الاراء ديالكم في الكومونتيرات، طرطقوا ديك البطونه ديال الجيم واشتركوا في القناه باش نكبروا العائله. بقاو على خير.